حمير. طيب الرواية المشهورة أنه أصل العرب من اليمن، وأنه لما انهد سد مأرب الناس طلعت يعني هذه قصة ما لها يعني أي مستند تاريخي وعلمي. هي عبارة عن آراء ظهرت في القرن الثاني الهجري. وش الرأي الصحيح وش الرأي الغلط؟ الرأي الصحيح أنه الجزيرة العربية مليئة بالبشر في كل مكان في جميع العصور. الآثار تقول ذلك. لا تجد مكان فاضي عشان الهجرات بين الشمال والجنوب موجودة. لكن العرب تحديدا، العرب هم كل سكان الجزيرة العربية عرب. كل سكان الجزيرة العربية عرب. والكتابات والنقوش الموجودة حتى بعضها أقدم من السبأ وكذا وإلى آخره، وأقدم من فترة انهيار سد مأرب. هي عبارة عن لغة عربية، لغات قديمة ولهجات قديمة، وين اختلفت الخطوط. فقضية أنه أصل العرب اليمن هذه نشأت بسبب الخلافات والصراع على الحكم والشرعية. هي شرعية يعني يعطوا شرعية للقبائل اليمنية والقبائل العدنانية، وامتد هذا الصراع حتى إلى الأندلس. وهذا اللي أسقط أحد الأسباب. لكن موضوع يعني إيش الأثر اللي أنت تشوفه من انهيار سد مأرب؟ أنا زرت منطقة سد مأرب وشفت حجم السد، وإذا انهار فهو يغرق المنطقة المحيطة فيه فقط يعني. وربما كثير من السكان يعني الموجودين ارتحلوا بعد انهيار السد، أمر طبيعي، إلى شمال. يعني نحن نعرف في قصص كثيرة في المصادر تشير إلى هجرات من جنوب الجزيرة العربية بما فيها جرهم وكذا وإلى آخره، فترات مبكرة. تكلم جرهم احنا فترة إسماعيل عليه السلام يعني في القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وهذا أمر طبعا. في قبائل أيضا رحلت حتى في بداية التاريخ الإسلامي 132 هجري، في قبائل ارتحلت من اليمن ونزلت في الحجاز وهكذا. وفي قبائل جاءت من تنوخ على سبيل المثال وكندا، جاءوا من الشرق الجزيرة العربية ونزلوا جنوبا حسب التطورات الجيوسياسية. لكن قضية أنه الجزيرة العربية كانت فاضية والناس هاجروا من اليمن واتجهوا إليها، هذا غير صحيح، لأن الأدلة يعني في علم الآثار أن تقول أنه فكرة أنه العرب أو اليمن أصل العرب وأنهم راحوا بعد سد مأرب، هذه فكرة أنت لا فكرة هذه ظهرت في فترة معينة عند المؤرخين اليمنيين، وعلى رأسهم الهمداني. الهمداني هو من روج لها في البداية، وانتشرت بعد ذلك، ومع مرور 1200 سنة على الموضوع هذا أصبحت في الذاكرة العامة إنها حقيقة مسلمة. إنها حقيقة مسلمة. وعلم الآثار يقول هذه ليست حقيقة. علم الآثار يقول إن الأرض من قبل الوقت من قبل هذا الوقت بآلاف السنين الأرض مليانة بشر، والبشر دول عرب، وكل من سكن الجزيرة العربية عربي. والكتابات تثبت هذا الكلام. فيعني قصدي إنه المسألة يعني لأنها فكرة عامة. وحتى يعني كثير من الباحثين اليمنيين يؤمن الآن بالأدلة هذه الأثرية الحالية يعني. فإحنا لا نستطيع يعني فعلا أن هناك هجرات متبادلة بين الشمال والجنوب وكذا وإلى آخره على مر التاريخ يعني. أنت تكسر رواية سائدة يعني في كثير في الوعي في أشياء كثيرة العربي بشكل عام. في أشياء كثيرة موجودة في المصادر القديمة وفي كتب مع الزمن اكتسبت يعني عند الناس شرعية وكذا، وهي في الواقع لا تكون في هذا.